السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا شباب من كل مكان. احنا مكملين مع بعض الكورس بتاعنا، وكنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت دوائر الباور البسيطة، وشرحناها كلها بداية من دخول التيار مرورا بدايرة التوحيد والمكثف الكبير والشوبر، وبعد كده خروج الفولت على حسب تصميم الدايرة. وشرحنا طبعا كل المكونات اللي فيها وآلية تشغيلها ازاي، وازاي نعرف نكتشف الأعطال اللي عليها بالقياس طبعا. والنهارده هنتكلم على دوائر الباور المركبة. زي ما انتم شايفين الدايرة عاملة ازاي. طبعا بتختلف في الشكل عن دوائر الباور البسيطة. في الكارتة اللي انتم شايفينها دي دايرة باور مركب برضه اهيت. طيب هي بتختلف دايرة الباور البسيط عن دايرة الباور المركب؟ لا طبعا، دايرة الباور البسيطة ما بتختلفش عن دايرة الباور المركب. ما تتخضش لما تيجي تشوف كارت الباور مركب زي كده او زي كده. هي في الاول والاخر كلها مكونات واحدة. يعني احنا هنا في دايرة الباور البسيطة عندنا هنا مدخل التيار والفيوز ودايرة توحيد ومكثف كبير واي سي باور، هو نفس الكلام. عندنا هنا دخول التيار، وعندنا هنا الفيوز، وعندنا مكثف كبير، وعندنا المحول، وطبعا اي سي باور بيبقى تحت في البوردة اهو. تبقى هي نفس المكونات. طيب ايه الفرق بين دايرة الباور البسيطة والمركبة؟ دايرة الباور المركبة بتبقى عبارة عن دايرتين او 3 أو 4 من باور بسيط زي كده، بس مربوطين مع بعض بطريقة معينة. طيب هي آلية تشغيلها ازاي؟ بالنسبة لدوائر الباور البسيطة بنحط مدخل التيار في الفيشة، بيطلع لنا الفولت في الخارج هنا تلقائي بدون اي تحكم. دوائر الباور المركبة لا طبعا، هي بتخرج لنا فولت واحد اللي هو فولت يعتبر للستاند باي، وبقية الفولتات ما بتخرجش الا من خلال نبضة. طب النبضة او التحكم دي بتيجي منين؟ اي نبضة او اي تحكم في اي كارتة الكترونية بتيجي من اي سي التقطيع. اي سي التقطيع دلوقتي لو وصل له ال 300 فولت والمكثف الكبير عليه 300 فولت، والفولت برضو على المحول، والدنيا هنا تمام. بس اي سي الباور مش واصل له الفي سي سي اللي هو فولت التغذية، طبعا مش هيشتغل ولا هيقوم بوظيفته ولا هيقوم بعملية التقطيع على المحول عشان يخرج لنا فولتات هنا الناحية التانية. فالتحكم والتقطيع او امر التقطيع بيطلع من اي سي الباور هنا، يبقى التحكم بيجي من اي سي الباور من دايرة التقطيع ذات نفسها، وهو دوت متصممة دوائر الباور المركب على هذا الاساس. احنا دلوقتي لما بيجي نوصل هنا التيار، الفولت بيخش لنا على التوحيد، دي انطرة التوحيد اهي. كنا شرحنا برضو البريدجات دي، لان هي بتيجي اوقات 4 ديودات، اوقات بريدج ديود زي ده كده. وطبعا الفولت بيروح على المكثف الكبير، وبعد كده من المكثف الكبير بيروح على اي سي التقطيع تحت. وفي زي ما قلت لكم وشرحت، قلت ان في اي سي باور بيبقى مدمج معاه مسفت التقطيع، وفي بيبقى في اي سي تقطيع ومسفت بيبقى منفصلين عن بعض مش مدموجين. وطبعا هنا المحول الصغير ده يعتبر هو زي المحول اللي هنا اهو. وعندنا هنا برضو فوتوكابلر اهو، وهنا في 2 فوتوكابلر، في 3 فوتوكابلر هنا. وطبعا قسم لنا البوردة هنا زي ما انتم شايفين هنا اهو خط اهوت. البوردتين مش متصلين ببعض زي ما انتم شايفين كده، يعني يعمل لك علام بين المنطقة الساخنة والمنطقة الباردة. هنا برضو نفس الوضع، قسم لك برضو البوردة نصين اهو، في فرق بين المنطقة السخنة والمنطقة الباردة. وطبعا المحول نصه بيبقى في المنطقة السخنة، والنص التاني في المنطقة الباردة الناحية التانية، ونفس الوضع بالنسبة للفوتوكابلر. برضو هنا نفس الوضع اهوت، والمحول ده نفس الوضع. طب المحول ده ليه مختلف عن المحولات ديت؟ ليه؟ المفروض ان احنا متعودين ان المحول بيبقى النص بتاعه في المنطقة السخنة والنص التاني في المنطقة الباردة الناحية التانية. المحول ده كله في المنطقة السخنة هنا.
لان ده ملوش اي علاقه بمنطقه الخرج. المحول ده بيبقى ليه اي سي تقطيع وليه مصفت برضه، بس ده وظيفته ان هو بيرفع القدره على المكثف الكبير. ده بيرفع الفولت على المكثف الكبير من 300 ل 400 فولت. من غير المحول او الدايره ديت هتلاقي الفولت على المكثف الكبير 300 فولت. الدايره دي اللي بترفعه، وده عشان خاطر الكارتات المركبه اللي زي كده بتبقى طبعا مشغله بورد الداتا ومشغله بانل، وطبعا في كانت دايره اضاءه او دايره ليدات، فبتحتاج طبعا قدره اعلى، امبير اعلى، فولت اعلى، عشان خاطر تشغل كل المكونات دي بكفاءه. فده المحول رفع القدره على المكثف الكبير، ده اللي بيرفع الفولت زي ما قلت لكم من 300 فولت ل 400 فولت. والدايره ديت طبعا انا هبقى اشرحها بالتفصيل لكم قدام. يعني احنا دلوقتي بنتكلم عن بس المكونات ببساطه كده، بس عشان خاطر نبقى عارفين ايه المكونات اللي عليها ماشيه عامله ازاي بكل سلاسه، وبعد كده نتطرق لكل حاجه على حده، نعرف دي بتشتغل ازاي ودي بيجي لها الامر ازاي. فدلوقتي احنا بنوصل التيار في البورده المركبه هنا، بتخرج لنا جهد واحد. كارت زي دي بتخرج 5 وبتطلع 12 و24. الجهد الاساسي اللي هو بيشتغل بطريقه مباشره زي الكارتات البسيطه، لما بحط الفيشه الجهد كلها بتخرج، لا هو هنا بيخرج لنا جهد واحد بس. اشرح لكم برضو طريقتها بحيث ان تستوعبوا اكتر. ده عندنا دلوقتي محول الشوبر، ده الجزء الساخن، وهنا الجزء البارد. وطبعا هنا منطقة الخارج بتاعة الفولتيات، ده في الدوائر البسيطة. طبعا خارج اي فولت بيبقى على ديود، لان المحول بيخرج الفولت اي سي، لازم يحط موحد بعديه ديود عشان يرجعوا لنا دي سي تاني. هنا ال5 فولت، وهنا طبعا ال12، وهنا مثلا 24. ده دايرة الباور البسيطة، التيار بيمشي من هنا يتقطع يخرج لنا الخروجات في الخارج من الناحية التانية هنا بالفولتيات دي. طيب دايرة الباور المركبة، ايه الاختلاف اللي حصل؟ الاختلاف اللي حصل ان هو قسم الدايرة. طب قسم الدايرة ازاي؟ عمل ايه هو؟ بنوصل التيار طبعا في الباور البسيط، الخروجات دي كلها بتطلع. في الباور المركب بتوصل التيار ال5 فولت بس اللي بيطلعوا، ال12 وال24 ما بيطلعوش. طب ليه ما بيطلعوش؟ دول ما بيطلعوش غير من خلال نبضة. هو بيستخدم لنا ال5 فولت عشان تروح على بوردة الداتا، عشان كده تنور لمبة الستاند باي. لو في عندك اي شاشة بتجيلك اول ما بتوصل الفيشة بتلاقي لمبة الستاند باي نورت. مجرد ما بتحط الفيشه يبقى دايره ال5 فولت بتشتغل اوتوماتيك دايركت. اول ما بتركب الفيشه دايره ال5 فولت بتشتغل، وبتروح تشغل لنا لمبه الستاند باي، وبتبقى مستنيه امر الريموت من حضرتك عشان خاطر بقيه الجهود دي تطلع. ان احنا بندي امر تشغيل، بندي نبضه للجهاز بمعنى اصح، بيخرج لنا بقيه الفولتيات ال12 وال24. هو ده الفرق بين دوائر الباور البسيطه ودوائر الباور المركبه. وطبعا هو هنا لو تلاحظ ان عامل ال5 فولت عامل لها هنا محول لوحده، وعامل ال12 وال24 محول تاني. ولو تلاحظ ان هنا في مكثف كبير واحد، وهنا برضو مكثف كبير واحد. ما حطش مكثفين كبير زي ده وما حطش دايرتين توحيد، لا، دايره الباور المركبه ليها مكثف كبير واحد وليها دايره توحيد واحده، ومن خلالها بتشغل جميع المكونات اللي على البورده. دي كانت ببساطه يعني آلية تشغيل دايره الباور المركب. انا بس حبيت ان انا اشرح لكم الوضع بيبقى ماشي ازاي فيها، وبعد كده هشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. مرحله دخول الفولت، وازاي النبضه بتيجي، وازاي بتفتح المسفتات.
ومسفتات التقطيع واي سي باور للتقطيع الجزء الثاني من الفولت الخارج عشان يشغل لنا بقيه المكونات. وان شاء الله في الفيديو الجاي هنشرح طبعا كل المكونات ديت وهي بتشتغل ازاي، وازاي النبضه بتيجي، وازاي النبضه بتفعل ايسرات التقطيع اللي هي الخاصه بالمحولات الخارج بتاعت ال 12 وال 24، اذا كانت الشاشه ليدات او اذا كانت الشاشه لمبات. هنشرح ده ان شاء الله بالتفصيل في المحاضره الجايه. يا رب نكون استفدنا من الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.